السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ وحشتوني. بقالي فترة مش بنزل فيديوهات، بقى امتحانات والدنيا مقلوبة. ربنا يصلح الحال. والله انا كنت عاملة بطة وكنت عاملة محشي، قلت اطلع كده ايه او نعمل مع بعضينا البطة وبالمرة اتكلم معاكم شوية. انا جبت البطة دي يا جماعة، بطة العبد تحفة. جبتها ونقعتها في المية والملح والليمون والسكر شوية، وبعد كده بقى قمت جايباها مبيتاها من بالليل بالدقيق وبالليمون، ودعكتها وسبتها في التلاجة للصبح. يعني دعكتها دعكة معتبرة بالدقيق والليمون اللهم صل على النبي، الدقيق والليمون. وقمت ايه سايباها في التلاجة تمام كده للصبح زي ما قلت لكم. بعد كده انا عملتها بقى في الكيس الحراري. انت عايزه تعمليها شوربه اعمليها، بس أنا عشان كنت مستعجله صراحه مش فاضيه ان انا اعمل شوربات وكلام من ده. جبتها وقمت جايبه بقى بصلتين تلاتة كده، حطيت فلفل اسود والملح اللي هي المرتة، وقمت دعكاهم مع بعضيهم ومسكت البطه همكتها كده. ودي الكبده والقنوصه طبعا كنت منضفاهم مخلياهم فله. وقمت جايبه بقى الرقبه بتاعتها ديت، وبقيت بصوا، هتقولي لي الجلاكس والكلام دوت، والله يا جماعه مش بعرف اشتغل بيه. ما احنا ايدينا زي الفل طبعا، يعني هناكل عيالنا كده حاجه كده ولا كده. وقمت جايباه وجبت الخله، قلت بقى عشان اقفلها من هنا ومن هنا ومن هنا وايه. وطبعا في الفتره دي كنت قايده الفرن بتاعي عشان تخش يكون الفرن ايه سخن، ما يكونش ايه ساقع. بعد كده جبت بقى الكيس الحراري بتاعي. بصوا، كنتوا عايزين بقى تحطوا انتوا جزر، تحطوا بطاطس، تحطوا كوسه، اللي انتوا عايزينه. انا بقى كان عندي فايض، عندي اللهم صل على النبي، دي طماطم من التسبيكه. ما عندكيش هاتي كيسين صلصه ولا يهمك ولا اي حاجه، وتدعكيها كده زي ما انتوا شايفين، تمسكوها تهمكوها عشان تطلع معاكم. كانت تحفه. على فكره بط العبد ده انا اول مره اجربه، والله انا قلت لاختي، قالت لي ده تحفه. جبته فعلا طلع جميل، عجبني قوي قوي قوي، ودايب دوب كده. بصوا، قعد ساعه من ساعه وربع، طلعت بتدوب في البق كده. وتمسكي تخرميها عشان تشرب بقى من المرتة والبصل والطماطم والحاجات دي كلها، وتبقى اللحم بتاعها ايه مسكر كده، وتبقى كانت فله، كانت عسل. وبعد كده بقى ايه، بصوا، عماله بعد هنا انا فرحانه يعني، عشان بحب اعمل انا موضوع البط ده أوي. جبت الكيس الحراري بتاعي، واقوم بقى حاطه الاستاذه بتاعتنا ديت. بصوا بفتحه بقى كده وبهويه شويه، واقوم بقى حاطه البطه، واقوم برضو كمان احط بقى معاها حبه الطماطم والحاجات ديت كده في قلبها. الكيس الحراري ده صراحه حاسه ان هم عملوه عشان يا جماعه بحبه قوي، بينجزني يعني، انتوا فاهمين، بنجز. ولما اني بقى قلت طب شوربه البطه، ما صراحه كنت عايزه انجز، وانا اصلا اوريدي كان عندي شوربه لحمه فسقيت بيها المحشي. وانا مش بحب اصلا الشوربه الدسمه، مش بحبها خالص، فعشان كده يعني جبتها. وطبعا الكيس الحراري بيبقى جاي معاه اللي هي اللي بنقفل القفل دوت، اللي بنقفل بيه الكيس. جبت القارب بتاعي وهمسكها بقى بالخله، تك 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 زي ما انتوا هتشوفوا كده قصادكم، علشان الكيس ما يجيلوش انتفاخات. يعني حركة الخلة دي اوعوا تنسوها، عشان لو دخلتوها من غير ما تعملوا كده والله هتلاقوا الكيس ايه قد خالص، مش هيبقى حلو. اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ويلا بينا ندخل على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة وربع، وكل شوية تابعيها. انا طبعا ما احتاجتش اي حاجة، طلعت معي زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب الحاجة غمها كده. تعالوا بقى بصوا، هنقطعها بقى التقطيعة التحفة دي. بصوا السكينة بتمشي ازاي مش عارفة الحتة دي تبقى صدرها، صدرها. بصوا، كانت مسكرة عمالة ايه تترقص. بصوا، كانت مسكرة قوي قوي قوي، وكانت طعمة بجد يعني، كانت جميلة قوي. واعملوها يا جماعة، ولا تلاقوا بقى كركبة، ولا الشوربة هتدلدق على البوتاجاز، ولا الكلام الفاضي ده. هاتوا بط العبد يا جماعة، بط العبد طلع تحفة جميل. لو الناس لسه ما جربتوش جربيه وعلى ضمانتي. لو الفيديو عجبك بقى متنسينيش في اللايك والشير وكومنت كده حلو منك. اشوفكم في فيديو جديد من يوميات سالي صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.